السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا حلوين في فيديو جديد. إن شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير. الدنيا هوا النهاردة وأنا بتمشى وفي حاجات تحت رجليا، فيا رب يكون الصوت واضح. انتوا عارفين أنا ما عنديش مايك، ممكن أستعمل هيدفونز بس أنا عشان لوحدي عايزة أبقى أوير باللي حواليا. صراحة مش عايزة أحط هيدفونز. أنا في البارك دوت وتريل مش بارك صراحة. جو جميل النهاردة، أنا بحب الخريف قوي قوي قوي، قلت اخدكم معايا للناس اللي بيحبوا يتفرجوا على الطبيعة. استنوا هقلب الكاميرا واوريكم. احنا في نهاية الفول شوية، فمعظم الاشجار اكشلي الورق خسرته خلاص، يعني ما عادش فيه ورق قوي. انا وريتكم المنظر هنا في الشتاء قبل كده لما بيكون ده كله سنو. اعتقد جيت في الصيف مرة برضو صورت فيديو هنا لما كان كلها خضرة، بس بتبقى الحشرات كتير قوي قوي بصراحة، فانا ما بحبش اجي في الصيف، الحشرات بتبقى قاتلة. انتوا شايفين الدنيا كلها شبه بعض، فانا لازم اركز انا رايحه فين عشان اعرف ارجع. واحلى حاجه في الجو دوت لما تبقى اشجار كده مبقاش خايفه ان انا امشي لوحدي، يعني ببقى شايفه لو حد جاي عليا، يعني زي ما انتوا شايفين إن في جابس ما بين الاشجار، يعني بس المنظر ظريف قوي بصراحه. anyway topic النهارده، كذا حد سالني مؤخرا مش عارفه ليه عن موضوع السكن في كندا. تحكي لنا عن تفاصيل السكن في كندا اكتر. سوري نسيت اقول اللي مشغل الفيديو دوت انا حابه بتكلم، يعني فممكن تحطوه في الباك جراوند وانتوا تعملوا اي حاجه في البيت، في العربيه، او هقلب الكاميرا وافرجكم السينري وانا بتكلم، يعني لو حد قاعد وبيتفرج فعلا يعني. anyway موضوع السكن، الناس اللي بيسالوني على موضوع السكن في كندا هو عامل ازاي. انا هكلمكم بريفلي من خبرتي، يعني من ان انا اول طبعا ما جيت كنت مأجره بدل الشقه ونقلنا في شقه تانية، وبعد كده بقى لما قدرنا نشتري يعني البيت بتاعنا. اول حاجه لو حد بيدور من بره كندا وعايز ياخد فكره عن اسعار الايجارات مثلا، احجام الشقق، اللانجوج اللي هم بيستعملوها هنا لما بيستعملوه بيقولوا 3.5 و 4.5 و 5.5، يعني ايه الحاجات ديت. هحط لكم في اللينك تحت على حاجه اسمها realtor.ca، ديت الويب سايت الجنرال لكندا كلها. فيها شقق للإيجار، فيها بيوت للإيجار، فيها بيوت للشراء، يعني تقدر تشتري، يعني ويب سايت تديك فكرة عموما. ودلوقتي كان كل حاجة بيحطوا فيديوز كمان، ممكن تعمل فيرتشوال تور في الشقة وفي الحاجات دي. من بعد الكوفيد بقت كل حاجة اونلاين، مش بس بيحطوا صور، لا بيحطوا فيديو للمكان يعني. فهحط لكم لينك لأي حاجة أنا اللي عايز يتفرج اونلاين يعني، وبصوا في الديسكريبشن بوكس. وصلت عند مفترق الطرق عشان ما توهش، استنى اوريكم المنظر اللي انا بص عليه ايه. وصلت هنا عند بنش، ده المنظر قدام البنش. هقعد هنا بقى شويه واكمل الفيديو. اوكي خلينا نتكلم اول حاجه عن انواع الشقق. انت عن الايجارات، يا ربي. انت اول ما بتكون بتدور على حاجه تيجي هنا، بتدور على حاجه شورت تيرم، يعني في ويب سايتس معينه انا مش هقول لكم اسمها طبعا، انتوا عارفينها اكيد، موجوده في العالم كله. دولت اللي بيأجروا بيكون بيت او شقه مفروشه اوريدي ومتأجر، بيبقى شورت تيرم ليس، يعني عقد مدته قصيره. بتأجر اسبوع، بتأجر كام يوم، بتأجر شهر، بتأجر شهرين، براحتك. الهواء خليني اسمع الفيديو شغال. الايجار بيكون له عقد. الصراحه مش هكذب عليكم، اللي بيحاول يأجر من بره البلد، الويب سايت مثلا زي اكزامبل زي الاير بي ان بي دوت، ممكن اي حد يأجر من اي بلد، معروف ان انت ترافلينج او سايح او كده، فبيكون الشروط بتاعتهم واضحه قوي على الويب سايت بتاعتهم. وديت شركه كبيره، فعندهم تأمينات وعندهم حاجات زي كده عشان يحموا صاحب البيت يعني. لكن لو حد بيدور على حاجه هو عايز يأجر فعلا شقه قبل ما يوصل فعليا، بيبقى في حاجه اسمها عقود، هتمضي عقد فيرتشوالي، وده صعب للناس اللي هم من بره البلد، مش مستحيل وموجود اكيد، بس هيطلبوا ضمانات اكتر. لما بتكلم عن ضمانات اكتر غالبا بتكون في صوره فلوس، يعني هيطلبوا تامين اكتر، هيطلبوا مثلا مقدم شهرين 3 و security deposit او حاجه لو حصل حاجه في المكان، شهرين 3 في الاخر، وممكن شهر وشهر مجرد كده يعني. غالبا بيطلبوا كريدت سكور او كريدت هيستوري، واي حد بيأجر بيطلب منك ريفرنسز، ان انت تديله اسم حد انت كنت مأجر عنده قبل كده يعني، وبيتصل بيه وبيسألوا عليك يعني. فاللي بيبقى بيأجر من خارج البلد هيلاقي صعوبة شوية، مش مستحيل بس هيلاقي صعوبة،
مش سهل ان انت هتمضي عقد كده اونلاين وتيجي وتحضر، بس تتعمل يعني. ده بالنسبه للعقود. الشروط بتاعتهم كمان خلي بالكم ممكن يحطوها في العقد، فلو انت بره البلد ولغتك مش كويسه وبتحاول تاجر لنفسك ولاسرتك من قبل ما تيجي، خلي حد يراجع لك العقد دوت، لان ممكن يكون في شروط غلسه فيه يعني لو مش واضحه بالنسبه لك. لان طبعا ممكن يكون الناس بتستغل البني ادم اللي جاي ياجر ده يعني، برضو ما الدنيا ملهاش امان من الاخر يعني. فميك شور تراجعوا كل حاجه قبل ما تمضي يعني. لكن الشروط عموما بتبقى references، هيطلبوا منك اسم حد اللي انت كنت مأجر عنده قبل كده يضمنك، يعني مش يضمنك انه هيديلهم فلوس او انه يمضي انه لو انت اتعثرت وهيدفع مكانك، لا مجرد reference يعني حد يعمل لك recommendation يعني عندهم. وتاني حاجه بتبقى معروفه جدا انه بيعملوا عليك كريدت تشيك، يشيكوا على الكريدت هيستوري بتاعك. طبعا لو انت جديد هنا مش هيكون عندك كريدت هيستوري لسه، وده هيبقى انت قايله لصاحب البيت او الشقه اللي انت بتحاول تاجرها. والديبوزيتس هيطلبوا منك monetary value ايا كان بقى، ايجار شهر ايجار شهرين مقدم ومؤخر، او يعني security deposit لو حصل دامج لو حصل حاجه يعني. بس كده لحد ما عدي بيجري يعني. ده بالنسبه للايجار. ادخلوا على الويب سايت realtor.ca، هتلاقوا ناس حاطه ليستنجز للشقه بتاعتها عايزين ياجروها، وهتلاقوا صور وهتلاقوا فيديوز لبعضها. ازاي بقى تدور؟ الويب سايت اللي انا بقول لكم عليها ديت في كندا في العموم يعني realtor.ca ديت بتغطي كل مقاطعات كندا بكل النيبرهودز اللي في كندا، بتبين لك اي حد مسجل بيته for rent or for sale بيبان على الويب سايت ديت طبعا، بس لازم يكون هو مسجل عن طريق الويب سايت ديت. فهي زي ما تقولوا كده ايه، حاجه بتجمع the majority of الحاجات اللي available متاحه يعني الناس تدور عليها يعني. فانت شوف، انت مثلا let's say انت طالب وقدمت على الجامعه واتقبلت في جامعه معينه في province معينه، let's ناخد example ان انت جاي على موريال وهتدرس في جامعه كونكورديا. ادخل على realtor.ca واكتب ان انت بتدور في مقاطعه كيباك في منطقه سكنيه. كونكورديا تعتبر في داون تاون هنا، فاعمل حسابك ان انت لو بتدور في سكن قريب من الجامعه او من المدرسه هيكون غالي شويه، فوسع دايرتك شويه. ممكن تركب مواصلات لمده تلت ساعه ونص ساعه وتوصل للجامعه ديت في منطقه سكنيه مش بعيده كتير عن كونكورديا، حوالي نص ساعه بالمترو او 25 دقيقه. منطقه كبيره وفيها ايجارات كتيره موجوده، مثلا اسمها سان لوران. في منطقه اسمها كوديناج مليانه طلبه كتيره جدا وشقق كتيره جدا للطلبه للايجار. فانت شوف انت عايز تدور فين. اللي بيسال على اسعار الشقق كام، الايجارات بكام، ده هيختلف من مقاطعه لمقاطعه ومن منطقه لمنطقه في كل مقاطعه. انت بتدور مثلا على مدارس اسلاميه لاولادك، ادخل شوف انت عايز تروح على انهي مقاطعه ودور على العنوان بتاع المدرسه الاسلاميه، ودور في المنطقه السكنيه اللي فيها المدرسه الاسلاميه ديت اسم النيبرهود ايه، وحطه على الماب يعني ودور. فهتلاقي يعني ما اقدرش اديكم سيرش كرايتيريا ليا انا، لان انا اللي انا بدور عليه في المكان اللي انا بدور عليه غيرك انت، بس في سيرش كرايتيريا كتيره جدا، الكاتيجوريز اللي مسموح لك تختارها. انت بتدور في انهي مقاطعه، في انهي منطقه سكنيه، وبتدور على شقه ولا على بيت، كم اوضه، كم حمام، نير حتى يعني المحيط بها ايه. انت عايز بتدور على بابليك ترانسبورتيشن، او بتدور على هوسبيتال، ولا بتدور على مدارس. فاعملوا سيرش على كده. نفس الويب سايت هيديكم فكره عن البيوت هنا. طبعا في ناس هنا بتيجي معاها فلوس ما شاء الله وبتحط الفلوس كلها وبتشتري البيت بفلوسها، بس الماجوري من الناس يعني، والمعروف عليه هنا المتعارف عليه يعني، ان انت بتسحب قرض من البنك، حاجه اسمها مورجج. ديت لواحد قادم جديد يعني، معرفش بصراحه ايه المطلوب بالظبط، بس هيطلبوا منك داون بيمنت كبيره جدا يعني. لو مش هتدفع ثمن البيت كله، قول مثلا هتدفع نص ثمن البيت كله، والباقي لازم تثبت لهم الانكم بتاعك ازاي علشان تقدر تشتري بيت. مش مستحيل كمان، بس لازم تشوف حد يعمل لك الاوراق المطلوبه عن طريق البنك عشان يوافقوا عليك على القرض وهكذا. لكن لو انت جاي ومعاك فلوسك وعايز تشتري فورا، ادخل واتفرج على اسعار البيت في المناطق اللي انت بتدور عليها، بالحجم اللي انت بتدور عليه، بالامانيتيز اللي موجوده في البيت. انت عايز ايه؟ البيت يكون فيه بيسين، عايز البيت يكون فيه I don't know double garage, interior garage، أنا ما أعرفش يعني. ده search in general يعني. ده اللي أقدر أحكي لكم عن السكن. السكن غالي بصراحة دلوقتي يعني، يمكن هديت الأسعار شوية دلوقتي، بس إحنا مثلا السنتين اللي فاتوا دولت كان في أزمة في السكن ومفيش حاجات بتتبني جديدة، واللي بيتبني جديدة غالي جدا، واللي معروض في السوق قليل، فالحاجات غالية وشقق مش حلوة وحالتها مش حلوة وغالية قوي. فدلوقتي هديت يعني. أنا مش عايزه افتي صراحه، فادخلوا على realtor.ca، بس ما اعتقدش لاي حاجه معقوله يعني
يعني حالتها تسمح لأسرة فيها أطفال صغيرين مثلا إنهم يسكنوا، هتلاقي حاجة بأقل من 1500 مقبولة يعني في المكان اللي أنا ساكنة فيه في موريال يعني، في المقاطعة اللي أنا ساكنة فيها. يا ربي طبعا لو أنت اتطرفت شوية على أطراف المدينة أو عندك عربية أو هتركب مواصلات ممكن تلاقي حاجة أرخص شوية. السكن في الادوار الارضيه مثلا زي البدروم او البيسمنت تبقى رخيصه، بس ديت انا ما انصحش بيها، ما بيدخلهاش الشمس، احيانا فيها رطوبه بالذات مع الشتاء والسقعه الزياده يعني. ده بالنسبه للشقق المعروضه للايجار وللبيع. يا ربي هتلاقوا بيوت وهتلاقوا شقق. ادخلوا على الويب سايت ديت وتصفحوا، ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لي خاص بالسكن وانا هرد عليكم اكزاكتلي. في ناس بتمشي الكلاب بيتفرجوا عليا. هم الستتين دول اتعدوا من قدامي بيمشوا الكلاب بتاعتهم. اخر حاجه عايزه اقولها على السكن، الفرش البيت. ناس كتيره جدا بتيجي هنا وما فيهاش حاجه ومش عيب، وفي ناس بيبيعوا عفش مستعمل يعني سكند هاند بيقولوا عليه هنا. هحط لكم برده ويب سايت اللي عايز ياخد فكره عن الناس بتبيع ايه والاسعار العفش ايه. طبعا اسعار العفش لو انتوا عايزين حاجه براند نيو ادخلوا على حاجه ويب سايت زي ايكيا مثلا، زي هكتب لكم اسامي بعض الفurniture ستورز مشهوره هنا في كندا كلها، ذا بريك مثلا .ca. في محل اسمه ليونز، ديت الحاجات اللي في متناول عامه الشعب يعني. لكن لو حد جاي جديد مش لازم تاسس بيتك كله براند نيو يعني، ممكن تشتري حاجات مستعمله. اللي ما انصحش حد بيه انه ما يشتريش فروشات مستعمله يعني، ما تشتريش كنبه مستعمله، ما تشتريش مرتبه مستعمله. دي صراحه حاجه مقرفه يعني، مش هايجينك خالص في نظري. انت مش عارف حطوا عليها ايه، والناس هنا عايشين معاهم حيوانات في بيتهم، والباد باجز والامراض الجلديه والقرف ده بلاش. لكن خشب، اي حاجه خشب، اشتري خشب عادي، اشتري سفره وكراسي، اشتري ترابيزه، مفيش مشكله، اشتري فريم السرير، لكن اشتري المفروشات نفسها اي حاجه فابريك يعني تكون جديده. محل ايكيا دوت هنا افوردبل، مش غالي زي في بلدنا في البلاد العربيه، لا هنا افوردبل يعتبر. طبعا عنده حاجات غاليه، بس معظم الناس هنا اللي بيأسسوا زي الطلبه مثلا والانترناشونال دولت بيروحوا يشتروا حاجاتهم الاساسيه من ايكيا، كل حاجه، حاجه المطبخ، حاجه النوم، حاجه اوضه الليفينج روم، كل الحاجات ديت. ده بالنسبه لفرش البيت. ممكن تشتري اونلاين ابسولوتلي، والدليفري كمان تعمل لها سكادجولينج اونلاين وتحط العنوان. لو انت عايز مثلا الحاجه توصل من قبل ما انت توصل ممكن ترتب دوت وتعمل دوت كله اونلاين. لو انت حد ساكن بره يعني بتحاول تأجر من قبل ما تيجي كندا، ممكن يعملوا لك فيديو كونفرنس وتقابل الريلتور اللي عارض الشقه ديت او عارض البيت دوت وتعمل كونفرسيشن معاه. ممكن تعين الريلتور دوت، بيبقى له كوميشن طبعا. بس الكوميشن بتاع الايجار بيبقى هو بياخده من صاحب البيت يعني. الاعلانات اللي انتوا هتشوفوها على realtor.ca هتلاقوا اسم يعني ايجنت، ريل استيت ايجنت. يعني ايه بالعربي؟ يعني زي الايجنت اللي صاحب البيت او صاحبة الشقة معينينه يعني علشان يشوف لهم سكان للمكان دوت. انت ممكن تعمل كونتاكت معاه يعني، تبعت له ايميل او تريكوست مور انفورميشن وهو هيديك الانفورميشن. وممكن يعملوا فيديو كول معاكم لو انتوا بره البلد عشان يشوفوا انتوا طلباتكم ايه ويدوروا لكم. وفي الاخر لو انتوا بتأجروا هو بياخد الكوميشن او الاجره بتاعته، الفيز بتاعته يعني من صاحب البيت مش من المستأجر. فما تخافوش لو لقيتوا اعلان عليه ريل استيت ايجنت يعني اسم شخص او اسم سيده والكونتاكت انفورميشن بتاعهم، ما تخافوش. انتوا لو عملت لهم يعني if you contact them بالايميل او التليفون مش هتدفع حاجه في دوت. بيكون صاحب المكان اللي معينهم هو اللي بيحاسبهم يعني. ده اللي قادره افتكره ان جنرال بخصوص السكن هنا يعني. كذا حد اللي سالوني بليز لو في حاجه انا ما وضحتهاش وعندكم سؤال تحديدا عايزيني اتكلم فيه بخصوص السكن، اكتبوا لي في الكومنتس وانا هرد عليكم باذن الله. بس كده. ولو في افكار تانية الفيديوز قولوا لي، انا حابه اعمل حاجه تفيد اي حد بيعمل سيرش على التوبكس ديت. بس كده. اشكركم جدا جدا على متابعتكم واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي. بحب الخرفشه دي والقرقشه بتاعت الورق الشجر ده قوي بصراحه، مقرمش كده. so beautiful سبحان الله. شجره ميته ومتحفره على الاخر. انا خايفه اقرب صراحه لا يكون في حاجه ساكنه جواها تطلع تنط في وشي. سبحان الله شكلها عجيب يعني. وفي شجر واقع طبعا ميت وواقع، في برانشز كتير جوه هنا واقع. الهواء العالي ده، اشجار طويله. هبتدي اتجه بقى اروح.
هي في ناس سألوني عن الأمان كمان. بمناسبة الأمان، هي الدنيا أمان صراحة، أنا ما ببقاش خايفة وأنا ماشية لوحدي، بس لازم أبقى أوير باللي حواليا، إنه في هيت كرايمز وقرف، مش عايزة حد يأذيني لا سمح الله يعني. فلازم أبقى واخدة بالي يعني، أوير باللي حواليا، أبص يمين أبص شمال أبص ورايا، أحسن حد يجيلي من ورا وأنا مش حاسة يعني. بس في العموم أنا زي ما انتم شايفين بتمشى لوحدي، اتس اوكي.